تعالي النهاردة أقولك ازاي تعملي الفطير المشلتت الفلاح المورق بأسهل طريقة وبأسهل طريقة فرد. من أول مرة هيطلع معاكي مورق وجميل جدا، وكل اللي هيدوقه هيشكره. فليه بالغالي تشتريه لما ممكن في البيت تعمليه بأقل المقادير؟ لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله. وتعالوا نبدأ في الوصفة بتاعتنا. هنعمل طبعا 4 كوبايات من الدقيق، هنزل عليهم معلقة صغيرة ممسوحة من الملح وبقلبها مع الدقيق. وبعد كده بنزل بنص كوباية من اللبن أو الحليب، حابة تستغني عنها عادي. وبعد كده بنزل بكوباية من المية وببدأ أسمي بسم الله، وبنبدأ نعجن العجينة بتاعتنا. بعد ما بعجن بالطريقة دي بلاقي الدقيق لسه محتاج مية، فبرجع انزله تاني. طبعا انا ال4 كوبايات دي اخدوا معايا بالظبط كوبايتين من المية، او نص كوباية من اللبن على كوباية ونص من المية. انواع الدقيق بتختلف. الدقيق اللي استعملته معاكم النهاردة في الفطير دي سايب من عند العطار، بيتباع بالكيلو. في ال4 كوبايات اخدوا معايا كوبايتين من المية. لو هتستعملي دي الأكياس ممكن ياخد معاكي كوباية وربع أو كوباية ونص من المية على حسب نوع الدقيق. بعد ما بعجنه كويس أوي، أهم حاجة تعجن الفطير كويس أوي لحد لما يلم معاكي من الطبق وتبقى العجينة ملسة وناعمة معاكي، ببدأ أنزل بمعلقة من الدقيق وأبدأ ألم العجينة بتاعتنا. بعد ما بنلم العجينة شايفين قد إيه طرية معايا. أهم حاجة في عجينة الفطير المشلتت تكون طرية معاكي. وبعد كده بحطها في البولة وببدأ أغطي عليها بكيس، بسيبها ربع ساعة معايا ترتاح. على بال ما العجينة معانا ترتاح، عندي هنا مكعبين كبار من الزبدة على معلقتين كبار من السمنة وربع كوباية من الزيت. هبدأ أسيحهم على النار لحد لما الزبدة والسمنة وكله يسيح مع بعضه. أسيحهم مش هسخنهم. بعد كده بنرجع على العجينة، بنجيب طبق نبدأ ننزل بحبة من خليط الزيت والزبدة والسمنة في الطبق، ونبدأ نقطع العجينة بتاعتنا الكور. طبعا بدهن ايدي دهنة زيت. هنا شايفين العجينة قد ايه ممتازة معايا بعد ما ريحناها. طبعا بقطعها اول حاجة الكورة كبيرة، لان الكورة دي اللي هلم فيها الكور الصغيرين. ببدأ أغلفها الأول من الخليط بتاع الزيت والزبدة والسمنة، وارجع أقطع باقي العجينة لكور صغيرة وسط، مش صغيرة أوي ولا كبيرة أوي. شايفين بعد ما قطعناهم بنرجع نأكد عليهم بحبة من الزيت والزبدة والسمنة، عشان لما العجينة بترتاح بتبدأ تلزق في بعضيها. فاحنا بنبدأ نغلفهم بالطريقة دي ونضغط عليهم نبططهم ونرصهم بالطريقة دي ونسيبهم يرجعوا يرتاحوا تاني. بس اهم حاجة ان احنا غلفناهم من الخليط المادة الدهنية. بغطي عليهم بكيس واسيبهم معايا ربع ساعة كمان يرتاحوا، وبرجع ابدأ افردهم. عندي هنا الخليط اللي احنا عملناه مع بعض زيت وزبدة وسمنة، نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من القشطة او وش اللبن. ده وش اللبن شايلاه طبعا من على الحليب. باجي بقى على الرخامة ونبدأ نفرد العجينة بتاعتنا بعد ما عدى عليها ربع ساعة. بسم الله ما شاء الله، زي الملبن بتفرد تحت ايدك بمنتهى السهولة. دي اسهل واسرع وانجح وصفة فطير مشلتت ممكن تجربيها في حياتك. جربي الوصفة على ضمانتي. بعد ما بفردها ببدأ اجيب الجنبين على بعض وابدأ اطبقها ظرف. بما ان العجينة الاولانية شبعانة معايا من خليط الزيت والزبدة، فما برجعش ارش عليها. شايفين معايا بتفرد معايا بمنتهى السهولة من قبل كمان ما احطها على الرخامة. بس كده بنيجي على الرخامة ونبدأ ننزل كمان بحبة من الخليط، ونبدأ نفرد العجينة بتاعتنا بالطريقة دي. بناخد من نص لبره وبعد كده بنبدأ نرقق الحروف. أول ما بنفردها بالطريقة دي بنيجي بقى بالكورة الأولانية اللي احنا فردناها وطبقناها ظرف، نحطها في النص ونرش رشة من خليط الزيت والزبدة. وبعد كده بنبدأ نقفل عليها الكورة. بتفضلي بنفس الطريقة دي لحد لما بتخلصي الكمية. كل ما تفردي واحدة تجيبي الطبقات اللي انت فردتيهم تدخليهم جواها وتقفلي عليهم. شايفين بسم الله ما شاء الله. دي الخطوات دي بتخلصيها لحد لما تخلصي الكمية اللي معاكي. انا عاملة فطيرة اكبر مقاس في الفطير المشلتت، مش فطيرة صغيرة. الكيلو دي بيديك فطيرتين كبار من الفطير المشلتت. يعني نص كيلو دي بيعمل معاك فطيرة.
طبعا دي اكبر فطيرة عندنا، اكبر كورة كنا مقطعينها. طبعا بدأنا نفردها بالطريقة دي، مساحتها اكبر من اللي احنا عملناهم الاولانيين. بنبدأ نفردها كويس قوي. شايفين العجينة معانا؟ ببدأ افرد لحد لما سمكها يبقى رقيق جدا على الرخامة. بعد ما بفردها طبعا باجي عليها من نفس خليط الزيت والزبدة والسمنة والقشطة، نبدأ ندهنها. وبعد كده بننزل حبة من القشطة او وش اللبن، ندهنها بالطريقة دي. وبعد كده بنجيب الكورة الكبيرة اللي احنا عملناها من الكور الصغيرين. شايفين؟ بنبدأ نقفل بقى ايه عليها. بصوا، بنبدأ نجيب ونطبق عليها، نقفل على الفطيرة الكبيرة وندهن من الخليط، ونبدأ نشد الحروف كويس. او اهم حاجة وانتي بتلمي الفطيرة بتاعتك تفردي، تشد الحروف كويس قوي عشان لما تستوي ما تبصيش تلاقيها ايه حتت تخينة معاكي من جوه في الفطيرة. ببدأ طبعا نلم الفطيرة كلها بنفس الطريقة. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، والله ما خدت وقت خالص معايا. بعد ما لميتها بالطريقة دي، عندي هنا صينية دهنتها من نفس الخليط، بنبدأ ننزل طبعا بالفطيرة بتاعتنا فيها. وبعد كده باجي على الوش احط حبة من القشطة وابدأ ابططها لحد لما بملى بيها الصينية. بعد ما ببططها بديها كمان حاجة بسيطة تاني باكد عليها بالقشطة. وبعد كده بنبقى مسخنين الفرن على اعلى درجة حرارة. اهم حاجة الفرن عندك يبقى سخن جدا عشان الفطير يقب معاكي ويستوي وما يطلعش ناشف معاكي. بحطها على الارضيه شغال عليها على اعلى درجه حراره من فوق ومن تحت لحد لما تاخد اللون من تحت. ببدا ارفعها على الرف الوسطاني واسيب النار على اعلى درجه حراره من فوق ومن تحت لحد لما بتبدا تنفخ معايا وتبدا تاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. والله العظيم اطعم مليون مره واوفر مليون مره من اي فطير مشلتت ممكن تشتريه من بره. طبعا ببدأ اطلعها من الصينية، وبعد ما بطلعها من الصينية بغطي عليها بكيس بلاستيك بسيبها 10 دقايق وبعد كده ببدأ اقدمها. تعالوا بقى شوفوا الجمال وشوفوا الحلاوة، والله العظيم حاجة تفتح النفس على الأكل. الصينية اللي أنا كنت عاملاها فيها كانت صينية مقاس 34، يعني كبيرة ما هياش صغيرة. بصوا بقى الجمال، شايفين اللون من تحت؟ تعالوا بقى بصوا الفطير معايا مورق وجميل جدا من جوه، والله العظيم وخفيف جدا. لما تجربوا الوصفة هتتأكدوا من كلامي. بصوا، دي كلها الطبقات اللي احنا ورقناها مع بعض. شايفين الجمال وشايفين الوصفة ممتازة. فاتمنى بجد تجربوها وتقولولي على رأيكم فيها. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله.